عسلامة، مرحبا بكم معايا في فيديو في وصفة جديدة. في الفيديو متاع اليوم باش نعملوا زوز انواع متاع جاتو رولي. نوع بالشوكولاتة، باش يكون يعني الجنواز متاعو بالكاكاو ومحشي ومغلف بالغناش الشوكولاتة، والنوع الثاني عادي جنواز فاني وباش تكون بكريمة الزبدة بالفرمبواز. دونك خليكم معايا لاخر الفيديو، شوفوا معايا الوصفات. باش نبدا بالجنواز نتاع الفاني. خديت 3 عظمات، حطيت عليهم رشه ملح، وحطيت عليهم ساشي سكر فانيليا، وحطيت عليهم زيت معاهم 90 غرام سكر. لهنا باش نبدا نخلط، نركز في العظم والسكر، وباش نركزهم مليح 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 لين نوصل للقوام هذايا. من بعد باش نرجع نركب، وباش نبدا نزيد فكا زيت ولا حليب اللي هما تقريبا 2 مغارف كبار زيت، 2 مغارف كبار حليب. بديت بالزيت، نبدا نهبط فيه بشويه كيف الخيط، بشويه بشويه، وانا نركز في نفس الوقت نركز ونهبط اكل الزيت والحليب زاده كيف كيف. من بعد ما كملت لهنا باش نحط الفرينه اللي هي 90 غرام فرينه كيما قد كميه السكر بالضبط. لهنا كيما شفتوا الفرينه نغربل فيها ونزيد فيها بالتدريج بشويه بشويه ونخلط. الطريقه متاع تخليط الجنواز هكا من اللوطه للفوق وبشويه نسيسوها. من بعد ما كملت خلطتهم وحضر خليط الجنواز باش نحطه في الطبق اللي هو الكبر متاعو 32 على 28 سنتي. تنجموا زادا تستعملوا الطبق متاع الفور العادي، معناتها الطبق المعروف عند الناس الكل متاع الفور. بالطبيعة لهنا كما تعرفوا قبل ما نبدا نخدم حطيت الفور يسخن على 180 درجة، وتوا باش ندخل الجنواز نتاعي. بعد ما نعطيها كضريبات هذيك باش خرج منها الهواء، نخليها تقريبا ما بين 12 حتى 15 دقيقة اقصى تقدير، معناتها انت والفور نتاعك. لهنا الجنواز نتاعي خرجت كما تشوفوا فيها. هذه السمك اللي نتحصلوا عليه، وهذاك القوام نتاعها كما شفتوها طريه، مانيش باش نلفها ونروليها، باش نخليها كما هي جوست باش نغطيها بمنديله كها. وتوا نمشيو للجنواز اللي بالكاكاو. خديت نفس المقادير 3 عظمات، حطيت عليهم رشه ملح وساشي سكر فانيليا، وحطيت عليهم 90 غرام سكر وركبتهم بالضبط كيف ما طلعت الجنواز الاولانيه. وبديت نزيد زاده كيف كيف. من بعد وصلت للقوام اللي حاجتي بيه، بديت نزيد فكا الزيت ولا حليب اللي هما زاده نفس الكميه، مغرفتين حليب، مغرفتين كبار حليب، مغرفتين كبار زيت. وبالنسبه للفرينه والكاكاو عندي في عوض ما نحط 90 غرام فرينه كما في الفاني، خديت 75 غرام فرينه و15 غرام كاكاو، يعني نقصت 15 غرام فرينه عوضتها بالكاكاو. اما في النهايه معناتها المجموع هو بيدو 90 غرام. بعد ما كملت بالطبيعه حطيتهم الكل كيما هكايا في الطبق، في نفس الطبق نفس الحجم، وباش نحطهم نفس التوقيت حتى لين يطيبوا. ولهنا الجنواز نتاعي طابت، وهذا هو القوام نتاعها. وكيف كيف باش نخليها تبرد، جوست نغطيها بمنديله تبدا نظيفه وكهو نخليها تبرد في عقلها. تو نتعداو للغناش نتاع الشوكولاته. بالنسبه لقناش الشوكولاته مانيش باش نستعمل الكريم ليكيد، باش نعملوه بالبودر نتاع كريم شانتيه وحليب. للناس اللي عندها مشكله في الكريم ليكيد، خاطر كيما عرفت اللي هي سومها غالي شويه ومش متوفره ياسر. دونك كيما شفتوا خديت لهنا 200 مليلتر حليب، خديت 200 مليلتر حليب وزدت عليه 4 مغارف كبار معبين كريم شانتيه. مشيت سخنتهم، بس هي حركتهم على البارد وحطيتهم سخنتهم مليح على النار. ومن بعد صبيتهم على الشوكولاته اللي هما 400 غرام شوكولاته، ما بين كحله وبالحليب، تحبوا تعملوهم نص نص والا بالحليب والا كحله كيما تحبوا نتوما. وخلطت المكونات الكل مليح مع بعضهم حتى لين ذابت الشوكولاته مليح في وسط الخليط. ومن بعد هو والخليط مازال سخون، زدتو غرفه صغيره زبده ولا مارغرين وكملت خلطت. ولهذه القوام نتاع الغناش نتاعنا، ولا مش بالكريم ليكيد، لكن يجي نفس القوام نتاع الغناش اللي نعرفوه بالكريم ليكيد. غطيته بالبابي سيلوفان باش نخليه يبرد. توا باش نحضر كريمه الزبده اللي بالفرمبواز اللي خدمت بها
رولي اللي بالفاني. خديت لهنا 250 غرام زبدة تكون بحرارة الغرفة، وباش نركبها هكايا مليح حتى شلين تولي كيما الكريمة. ولهنا باش نزيد عليها 200 مليلتر حليب نسلي، حليب محلى ومركز اللي نقولوا له نحنا حليب نسلي. 200 مليلتر معناتها أقل من تقريبا نص الحكة اللي فيها 397 مليلتر. وباش نركزها زاده مليح مع الزبدة اللي حطيناها. ومن بعد لهنا باش نحط معجون متاع فرومبواز، حطيت مغرفتين وباش نركزهم. ومن بعد باش نزيد من بعد من غير معناتها باش نخلطهم بسباتول هكا باش يقعد لي نحب الشكل نتاعو معناتها يقعد هكاك الحبيبات نتاع الفرومبواز معناتها، ويبدا اللون الاحمر هكا باين في الكريمه. انا عملته بالفرومبواز. تنجموا تحطوا معجون فريز بنفس الطريقه يعني بالضبط، تحطوا اي نوع نتاع معجون اخر حسب النكهه اللي نتوما تحبوا تعملوها. وهذه الكريمة، كريمة الزبدة اللي بالحليب المحلى والمركز وبالفرومبواز حاضرة. وما تصوروش قداش بنينة الكريمة هذه، بنينة ياسر، جربوها كي باش تعجبكم. لهنا باش نبدأ نخدم في الرولي متاعي من داخل معناتها باش نحشيه باش نعمل هكا طبقة بالكريمة اللي حضرناها. قبل راني سقيت الجاتو، سقيت الجنواز نتاعي، سقيتها عادي غير ما تصورش المقطع هذايا. ولهنا كيما شفتوا معناتها باش نحط طبقه من الكريمه بالطريقه هذه ونستويها. ومن بعد باش نروليه، وهذا نعملوه من بعد ما يبرد الجاتو نتاعنا مليح مليح، خاطر الكريمه سينو تسيح لنا في وسطو كي يبدا سخون. باش نروليه بالطريقه هذه، ومن بعد باش نزيد نروليه بك البابي البابي هذه نتاع الفور، البابي كويسون. ومن بعد باش نزيد نلفو بالبابي كويسون باش نجم نكبس عليه مليح، ونحطوه كيما تحبوا نتوما في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور حسب الوقت اللي عندكم باش الكريمه تشد روحها والجاتو نتاعنا بكله معناتها يشد روحه، باش نجمو من بعد نزينوه من برا، وباش نجمو زاده نقصوه باش يكون القصه نتاعو تكون الشكل نتاعها منظم. من بعد ما صاي برد لي معناتها وارتاح وشد روحه كيما تشوفوا كيفاش معناتها ما عادش طري هكا ويتلوى في يدي. توا باش نغلفو من برا بنفس الكريمه بطريقه عاديه كيما هكايا باش نغلفو، ومن بعد باش نزينو. من بعد ما غلفت باش نقص كلاجنيب هذيكم اللي يكونوا الشكل نتاعهم مش منظم، باش تجيني الشكل على جناب مستوي بالضبط. من بعد باش معناتها بنفس الكريمه حطيتها في بوشا دوي وحطيت دوي هكا عادي معناتها اللي مستانسه ديما نخدم بيه في اغلب الاوقات، وعملت الاشكال هذيكم كيما الفي هكايا شكل منه ومنه. ومن بعد عملت الوردات من تحت. سامحوني زاد لهنا المقطع هذايا كنت في بالي قاعده نصور لكن انا مانيش قاعده نصور. وحطيت من الفوق كعبات فرومبواز وزينت هكيكا كيما شفتوا. انا كيما ديما نقول لكم التزيين على كيفكم، نعطيكم فكره نتوما كيما تحبوا نتوما معناتها تاخذوها ولا تعملوا فكره اخرى كيف ما تحبوا. وهذايا النوع الاولاني. وتوا نمشيو للنوع الثاني. القناش نتاعنا من بعد ما برد كيما شفتوا لهنا كيفاش ولا يابس معناتها شد روحه، حطيته في حاجه اخرى تكون اوسع وباش نركزوا كيما هكا باش نطلعوا باش يولي لنا قناش مونتي. من بعد ما طلعته نلقاه مازال يابس وعاقد معناتها مش باش يساعدني في الخدمه جمله، مانيش باش نجم معناتها لا ندهن به الجنواز ولا نغلف بيه ولا حتى شيء. وليت زدت شويه حليب وعاودت ركزته اللي نرجع لي القوام اللي حاجتي بيه. لهنا شويه ماء وحطيت فيه مغرفه قهوه سريعه الذوبان معناتها المهم يلزمها تكون كلي يذوب نسكافيه ولا نوع اخر المهم تذوب. وحطيت عليهم شويه سكر، هم هذيكم اللي سقيت بهم الجنواز نتاعي. ومن بعديك عملت طبقه من الكناش مونتي اللي كنت نخدم فيه. ولهنا باش نرولي الجاتو بنفس الطريقه اللي عملنا بها الجاتو الفاني
كل شيء كيف كيف نروليه كيما هكايا، ومن بعد في البابي سيلوفان ونخليه يبرد، ومن بعد باش نرجع له كيف كيف زادا باش نقص الجناب. ساعة لهنا باش نوريكم كيفاش عملت هكاش لي سابان هذيكم الشجيرات هاك الصغرونين. ذوبت الشوكولاتة وعلى بابي كويسون كيما هكايا نعملو الجذع ساعة قبل من اللوطة، ومن بعد باش نعملو هكا كيما زيكزاك زيكزاك هكا، وهكا هاو هذيك هي معناتها الطريقة ماهيش صعيبة. نعملو زيكزاك من عريض ومن بعديك نضيقوها هكا لين تولي كيما الشكل متاع الشجرة. عندي الحلوى هذيك الصغيرة هكا المكعبرة رشيتها وهو مازال ما شاحتش الشوكولاتة ما بردتش، رشيتها فوقه وبالنجمة هذيك زادك الحلوى نجمة حطيتها من الفوق بالكل. وكما قلت لكم لهنا باش من بعد ما بردت الجنواز متاعنا باش نغلفها كيما هكا بالجناش بنفس الجناش، ومن بعد كيف كيف كيما قلت لكم باش نقص الجناب باش يكون الشكل متاعها منظم. والعمليه هذه مثلا نجموا تعملوها مثلا بالفرشيطه كيما تنجموا اذا تحبوا تخليوا الشكل متاعو هكاكا كيف ما هو، انتم زاده احرار. لهنا حاجه اختياريات التزيين ديما يقعد اختياري. بالنسبة للكريمة اللي حضرناها في الوصفات متاع اليوم، سوى الكريمة هذه متاع الجاناش سوى الكريمة اللي خدمت بها الفاني، راهو الكمية متاعها مش كبيرة ياسر، دونك تكفي للوصفة هذه معناتها الكريمة هذيك الكمية متاعها للوصفة اللي تشوفوا فيها اليوم أكاهم. مثلا إذا باش تعملوا جاتو نورمال ولا معناتها طبقات وكذا ويكون حجمه كبير ولا حتى صغير، راهو ما نتصورش معناتها باش تكفيكم ما بين حشو للطبقات وبين التغليف وتزيين من البر إذا اخترتوا باش تزينوا بالكريمة زادة. يعني إذا حبيتوا تعملوا جاتو آخر، حبيتوا تستغلوا معناتها الوصفات بتاع الكريمة هذيك في جاتو آخر، ننصحكم تضاعفوا المقادير الدوبل متاع هذا ولا حتى أكثر حسب الكبر متاع الجاتو اللي باش تعملوه. لهنا كيما تشوفوا قاعدة نزين فيها بالطريقة هذه، عندي نجوم هكاكا زينت بهم وبعديك حلوة هكا معناتها اللي يجي على بالي وقتها واللي متوفر. ومن بعد رشيت هذه النواد كوكو هكا رشيته من الفوق باش يعطي لي فيه متاع الثلج، وهكا تنجموا زاد تعملوها بالسكر محاور. السكر محاور يذوب معناتها بعد ماش يقعد باين أبيض، أما بالنواد كوكو يقعد باين أبيض سورتو إنه أحرش معناتها نواد كوكو يعطي هكا ليفي متاع الثلج أكثر. وحطيت هكا الشجيرات هذيكم اللي عملتهم واحدة على اليمين واحدة على اليسار، عطاو المنظر هذايا جات مزيانة مش خايبة. دونك هكا هذه هي الوصفة متاعنا اليوم، إن شاء الله يكونوا عجبوكم، إن شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. نرجع لكم في وصفة أخرى إن شاء الله. تبقى على خير، باي باي.